هقول لكم معلومات سريعه كده عن الحمام اللي داخل الحرم. حمام الحرم ده سبحان الله لا بيزيد نسله ولا بيقل، وكأنما ينظم نسله مهندس ولا يختلط به نوع آخر من الطيور. حمام الحرم له مناعة قوية ضد الأمراض، حيث أن العلماء استبعدوا إمكانية إصابته بأنفلونزا الطيور لما يتمتع به من مناعة قوية. حمام الحرم بيطير حوالين حلقات دائريه كده حوالين الكعبه، ولا يحلق ولا يطير فوق الكعبه نفسها مباشره. اصل حمام الحرم ده من الحمامتين اللي هم عششوا على باب الغار اثناء هجره الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤهم من ربنا ان هم يعيشوا هم وذريتهم امنين في الحرم. لا يجوز قتل حمام الحرم ولا تنفيره ولا افساد بيضه، ومن فعل فعليه هديه. حمام الحرم لا يبيت في الحرم، وانما بيبيت خارجه ويعود تاني عند شروق الشمس، لذا ليس له أعشاش في الحرم. سبحان الله. حمام الحرم لا ينضج لحمه أبدا على حسب رواية أهل مكة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.